مساء الخير يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة حلوة علينا كلنا يا رب، الخير والسلام والفرح. شايفين احلى صينية ايه؟ احذروا ايه دي؟ رقاق. رقاق باللحمة، جميلة جدا بجد، خطيرة، استوت وطعمها تحفة. عايزين تعرفوا عملناها ازاي؟ خليكم معانا لاخر الفيديو تشوفوا عملناها ازاي. خطيرة جميلة جدا. يلا، ولا احلى رقاق، بس مش زي كل مرة. المرة دي رقاق طري، هنشوف عملناه ازاي وخليكم معانا. كل سنة وانتم طيبين. وخرطنا البصل، عملنا هو 3 بصلات، وهنحط دلوقتي اللحمة، وهنعمل احلى عصاج عشان نعمل احلى مكرونة بتاعت امهاتنا بتاعت زمان الجميلة. يلا، كل سنة وانتم طيبين، وخليكم معانا لاخر الفيديو شوفوا هنعمل ايه حاجات حلوة. حبايبي، حطينا اللحمة على البصل، نعمل احلى عصاج اهو. احلى عصاج ده ولا ايه؟ حطينا ملح وفلفل وقرفة وبهارات وجنزبيل ورشة جوز الطيب والبلح، بشرنا حتة كده رشة، واللحمة بلدي من الجزار، وحطينا البصل وبنعصجها عشان نعمل احلى مكرونة. لحمة يا حبايبي اهو، جميلة جدا. طبعا حطينا لها زبدة او سمنة اللي تحبيه، وعصجناها وحمرناها البصل باللحمة وتعصج. حطينا ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل زي ما قلنا، وهي استوت وجميلة جدا. دهنا الصينية بتاعتنا السمنة، وهننزل ونعمل الرقاق الاول، وبعدين نعمل المكرونة بالبشاميل. هنعمل احلى صينية رقاق. هو جايبين رقاق طري، الرقاق طري جايبينه من عند الراجل اهو، طازة لسه عاملينه. هنفرد واحدة واحدة، فردنا واحدة اهي في الصينية بعد ما دهناها، ونبدأ نحط واحدة واحدة وندهن بالسمنة. شايفين الرقاق جميل جدا. انا جبته المرة دي طري، ما جبتوش ناشف، جميل جدا اهو، ورقة ورقة اهو يا حبايبي. هنفرد واحدة واحدة كده، هو مدور وجميل اهو. وهندهن بالسمنة اهي، مسيحينها سمنة بلدي، سمنة بلدي بقري اهي، جميلة جدا. وحطينا عليها زبدة فرن كمان. طيب هنبدأ ايه؟ الزيادة دي هنتنيها كده، اي زيادات هنوضبها زي الجلاش. هو طري بياخد ويدي معانا في الايه، في الفرد والتاني. يلا وهنوضبها اهو يا حبايبي كده. هندهن، نحط رق تاني لغاية ما ايه، هنحط 4 تحت و4 فوق، نعمل صينية اللحمة، الرقاق باللحمة. يلا نوضب كده ندهنها اهو يا حبايبي. احنا حطينا 5 رقات، هو طري وجميل وخفيف وحلو. حطينا 5 رقات، هنبتدي نحط اللحمة، وهننزل باللحمة يا حبايبي كده، نعصجناها مع بعض جميلة. انا هحط اللحمة وارجع لكم اهو. اللحمة نبدأ نوضبها بالصينية. لحمة ريحتها تحفة، جميلة جدا، كنا منها عصاك كده. واللي حط على الرز بقى لحمة عصاج وكله، بتجنن، لحمة تحفة. يلا نوضب الصينية كده، ونبدأ
نحط الرقات كلها من فوق. كمل لحمة تاني. من احلى صينية رقاق. يلا هنبدأ نحط الرقات التانية من فوق اهي، شايفين جميلة جدا. نبدأ نحط الرقات التانية. يلا اهي يا حبايبي، كملنا اللحمة كمان والأجناب كلها والحروف اهي، ولا أحلى. شايفين جميلة جدا اهي، لفتها لكم اهي اهي. يلا هنكمل فوقيها الرقات بقى. كل رق ندهن، ممكن تدهني رق ورق لأ بالسمنة أو الزبدة اهو يا حبايبي. حطينا رق فوق اللحمة اهو، وغطينا اهو، هو اتملى سمنة من اللحمة نفسها اهي، جميل. ودهنا التانية وهنحط رق تاني اهو يا حبايبي. حطينا كام رق؟ دي 1 2 3، وهنحط الرابع. هي خدت بسم الله ما شاء الله، هي خدت الكيلو بتاع كيلو الرقاق اهو، خدت كيلو الرقاق الصينية. حطينا 5 تحت ودي 4 فوق، فاضل ال5 اهي، 5 تحت و5 فوق. يلا نخلصها ونشوف نعمل ايه اهي يا حبايبي. حطينا اخر راق والزيادات تنيناها كده من تحت عشان اخر راق ايه اهو يبقى مدور كده وحلو اهو. شايفين جميل جدا. هي زيادة نتنيها كده بشويش لجوه. يلا نظبطها زي الفل. شايفين دهنينها وجميلة جدا. هندهن الوش وهنبدأ نجيب اللبن ونحط عليه البيض ونزودها نزيدها بقى. فهي يا حبايبي زي القمر، دهناها بالسمنة اهي، ظبطناها. طبعا الفتافيت دي لحمة، ودلوقتي دي عشان طرية هنقطعها. لو الرقاق الناشف وبنعمله بالشوربة، شوربة البط، مش بنقطعه، بنسويها صحيح وبعدين نقطعها بعد ما يطلع. دي طرية زي الجلاش، فهنقطعها عشان تشرب اللبن اللي هنحطه والبيض. يلا اهي يا حبايبي، قطعتها كده من النص للاخر وهو كده، وبعدين قطعتها كده زي البيتزا اهو، يعني كل نص هنقطعه كده اهو. يلا اهو اهو مقطعينها اهي بالنص كروس كده، وبعدين قطعناها كده. هنكمل تقطيعها الباقي اهو هنا كده، بس لازم نمسكها اهو يا حبايبي. قطعناها وخلصناها. هنبدأ نزود اللبن، اللي يحب البيض في اللبن او اللبن بس، احنا هنحط بيضة بس في اللبن وهنزوده اهو، جميلة جدا. يلا بالهنا والشفا. قلنا اللبن اهو يا حبايبي. لو هتغلي اللبن لازم تسيبيه يبرد. حطينا ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وحتة بهارات، وحطينا البيضة وهنضربهم كويس وهنحطهم على صينية الرقاق بتاعتنا الجميلة اهو يا حبايبي. وضربنا البيض واللبن وهنحطه كده، ونبدأ ايه الفتحات اللي عاملينها وقطعينها بالسكينة هنبدأ نصمم عليها كده، نأكد وهنميل كده الصينية عشان يشرب. نحرك صينيتنا كده اهو، ابتدى يشرب. شرب زي الفل. يلا هنخليها دقيقتين او نحطها في التلاجة دقيقتين زي الجلاش، او ممكن نسويها على طول اهي. شربته زي القمر اهي، حلو قوي اهي.
دقيقتين بس نأكد انه شرب، ونحطها في الفرن الرف الوسطاني على 180 اهي، او لو عندك عالي على 160. يلا بالهنا والشفا، هنشوفها لما تستوي بقى. حبايبي الصينية بتستوي اهي، اتنفخت وجميلة جدا. يلا رفعناها الرف الوسطاني بقى. يا حبايبي الصينية استوت، خطيرة بجد خطيرة. صينية الرقاق باللحمة خطيرة، ولا احلى، مفيش احلى من كده. شايفين احنا شغلنا عليها الفرن من تحت ربع ساعة، وبعدين رفعنا الرف حطيناه وسطاني، قعدت 10 دقايق تاني، وبعدين طفينا ونزلنا الرف خالص تحت وشغلنا الشواية. خدت 5 دقايق على الشواية او 4 دقايق يا دوب. شايفين جميلة جدا رهيبة. يلا بالهنا والشفا، هنقطعها ونبقى نشوفها مع بعض. شايفين منفوخة وجميلة، حلوة قوي قوي قوي. يلا كل سنة وانتم طيبين، اكلات العيد الحلوة، كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير وميري كريسماس، عيد ميلاد مجيد علينا كلنا يا رب، وعلى كل العالم، بالسلام والفرح والشفاء والبركة يا رب. يلا ربنا يبارككم ويباركنا كلنا، ويجعلنا دايما متباركين وفرحانين وفي سلام، كل العالم في سلام وبركة يا رب، امين. سلام. وهنشوفها برضه لما نقطعها مع بعض. واو بجد. شايفين طريقة ازاي، شايفين الحلاوة واللحمة والحشوة والجمال، هي طرية كلها جميلة وطرية. شايفين الرقاق باللحمة طلعت خطيرة بجد ورهيبة اهي. شايفين لازم قلت اوريكم الجمال كله، اعملوها واعتمدوها بجد تحفة، والطري جميل جدا اهو. شايفينها جميلة 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 اهي، تحفة بجد تحفة. شايفين رقات زي الفطير المشلتت، طالعة رهيبة بجد، طعمها واو وريحتها. يلا بالهنا والشفا، جربوها جميلة جدا. بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين يا حلوين. ولايك وشير عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة وتابعوني وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي وكل الحاجات الحلوة. يلا وربنا يبارككم، بسلام. شايفين تعالوا كلوا معانا، يلا ألف هنا اهي. شايفين اهي، وقطمنا باينة طرية وجميلة ازاي. بس ما تزوديش عن كوباية اللبن عشان الرقاق طري، كوباية اللبن والبيضة، وضربناهم ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، حتة بهارات زي ما تحب. شايفين من تحت السوا بجد تحفة، ولا أحلى. أول مرة يطلع بالجمال والحلاوة دي، أحلى من الرقاق الناشف، والناشف برضو بيطلع معايا كده جميل. وحطيت كوباية شوربة بط كنت عاملاه امبارح، جميلة جدا تحفة بجد. يلا بالهنا والشفا، وجربوا أكلات ميرا. تنسينيش في لايك والشير والسبسكرايب، وأهلا بكل اللي نورونا. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا كلنا يا رب، ومصر كلها والعالم كله بخير. سلام. أكلات ميرا صفحتي على الفيسبوك، وضيفوني على اليوتيوب ونوروني.